سهلة وبسيطة وهتعجبك جدا. احفظي الفيديو ده علشان ترجعي تاني تشوفيه. اول فكرة معانا وهي الوزر وفوق البيبان اللي هو اللي عتب البيبان من فوق ده بيبقى بجد مزعج جدا في التنظيف. الحل ان انت تجيبي عصاية المقشة وتبتدي تحطي الفوطة بالشكل ده، رشي عليها اي سبراي منظف وابتدي ان انت تنضفي، هتبقى سهلة وسريعة من غير ما تتعبي ظهرك. كرتونة البيض بقى واحنا ما بنعرفش نتخلص منها وبتاخد مساحة كبيرة قوي في الباسكت، بليها بس بحبة مية صغيرين هتطبق معاكي بمنتهى السهولة وتقدري تتخلصي منها. عايزة اقولك ان نقطة الزيت على القطنة وتعملي بيها كده الفريزر بعد ما تنضفيه، ده بيساعد جدا في توزيع الفريون، ودي هاك انا سمعتها من اللي بيصلح لي الفريزر. بالنسبة بقى للفحم يا جماعة، الفحم مع الغسيل بجد من زمان قوي بيستخدموه عشان يشيل الروايح ويشيل البقع، بس لازم تستخدمي الفحم النشط اللي بيتباع في الصيدليات، خدي بالك من النقطة دي. بصوا بقى، وفروا بقى فلوسكم علشان انا جبت لكم الحل اللي انا لفيت بيه ريموتات البيت كلها. كلينج فيلم وسشوار او اي ولاعه ماشيه عليه، وعايزه اقول لكم هيبقى كفر هايل للريموتات. بالنسبه بقى بصوا بقى للطريقه القمر دي، هنجيب البن بتاعنا ونبتدي نولع البخور بالشكل ده. عايزه اقول لكم هيطلع ريحه حلوه وهيبعد اي هاموش وناموس من البيت جدا. الكولا يا جماعة سحر في تنظيف الرواسب والبقع اللي في التواليت بجد، لان فيها احماض بتساعد على ذئبة البقع، وسيبيها ليلة كاملة. الطريقة دي حلوة جدا عشان تقدري ان انتي توفري مساحة في دواليب المطبخ، وتقدري كده تنظمي الكوبايات والفناجين بتاعك بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بجد مش هتاخد مساحة خالص، وبجد من ساعة ما عرفتها بقيت انظم المطبخ عندي بطريقة احسن وافضل. النصايح دي لو عايزة تعرفي العسل المغشوش من الاصلي، اغليه كده معلقة على النار، لو احمر معاكي يبقى العسل ده مغشوش، لو لونه فضل زي ما هو يبقى العسل ده اصلي. بالنسبة بقى للاحواض لما تتسد، عايزة اقول لكم يا جماعة ان بجد التب دي او الهاك دي خطيرة. بالبخاخ كده او اللي هو الاوتومايزر بتاع الصابون او اي ديسبنسر عندنا، بجد تشيل اي تسليكات في الحوض واي انسدادات. الطريقه دي حلوه جدا ان انت تحفظي بيها الخضره لمده بجد يا جماعه بتقعد معايا اسبوع او 10 ايام كده في التلاجة، كاني لسه شارياها بالظبط، وبتبقى فريش كده ومنعنشه في التلاجة وانت مطلعاها. الطريقه دي سهله جدا ان انت تفصلي بيها عيون او صفار البيض عن البياض باستخدام بس كوبايه، من غير ما تجيبي اي ادوات مخصوص للموضوع ده. القطعه دي بقى بتاعت الزيت ما ترميهاش، يعني بصوا يا جماعه هتلاقوا لها استخدامات كتير قوي في البيت، تعلقي بيها المقشات، يبقى هستخدميها كحامل ليف في المصايف انا عارفه يعني هي مش زنقه قوي على حامل الليف، بس بجد حلوه ومفيده وهتفيدكم. دي بقى حاجه تافهه كده حبيت اسلككم بيها، شفتها في فيديو وحبيت اجربها وقلت لازم اشيرها معاكم. يعني مش عارفه هي الايد ما اتشلتش، بس يعني فن العبوا. بالنسبه بقى للاكياس دي اللي بتقرفنا لما بتجيلنا مربوطه كده ونضطر نقطعها بايدينا من كتر نرفزتنا. عايزه اقول لكم ان احنا بنبرمها كده زي ما انتم شايفين، وهتلاقوها سهله جدا واتشالت منكم. بجد انا عجبتني قوي الفكره دي، وحسيت ان حياتي ابتدت لما عرفتها. بالنسبه بقى لطريقه تصويري، عشان في ناس سالوني عليها في الفيسبوك، التصوير بتاع الموبايل انا بستخدم لا اما توكا لا اما جاك زي ما انتم شايفين كده، سهل جدا وسريع وبجد طريقه فعاله قوي من غير ما اجيب اي رينج لايت او حاجه. ورق الزبده بقى لو حطيتوه في السكينه كده في الزبده هيسهل عليكم، واحفظوها دي رمضان، هيسهل عليكم استخدام الزبده. هتيجي الزبده كده مكعبات، هتقدري تحفظوها كده في العلبه، وتاخدوها كده مكعب على قد الطبخه، والسكينه مش هتتبهدل معاكي، وبجد طريقه حلوه قوي وانا بقيت اعتمدها كتير. كرتونه البيت بقى لو انت ما عندكيش مكان في التلاجة، ابتدي ان انت قسمي الكرتونه دي، ممكن 2 وممكن 4 كمان، تقسميها 4 بالنص كمان، بجد هتوفر معاكي مساحه وتقدري تشيلي البيت كله. الكبات بقى يا جماعه، عارفين كبات اللي احنا بنلبسها ونيجي نحطها كده في الدولاب وتتطبق؟ بصوا بقى الطريقه دي لذيذه جدا ان انت تحافظي على الكبات وتعلقيها كده في الدولاب. عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك وكومنت لطيفه تشجع بيه، وما تنسيش كمان السبسكرايب، هنزلكم افكار تانية كتير، واشوفكم في فيديو تاني وافكار جديده. باي باي.